السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني جدا، ويا رب تكونوا بخير جميعا جميعا. يا رب يسمعنا عنكم كل خير يا رب، ويسمعكم عني كل خير. الفيديو ده للمبتدئين اللي لسه بيركبوا رموش، او اللي لسه عايزين يتعلموا يعني ايه تركيب رموش 1 باي 1. هنشتغل مع بعض خطوة خطوة ومرحلة مرحلة. بس في بداية الفيديو نقول الأول كده مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يذكرنا دايما بيها لعلها تبقى شفاعة لنا جميعا يا رب يوم القيامة. الفيديو ده زي ما قلنا للمبتدئين، الفيديو ده رموش 1 باي 1. في مراحل كتير، وفي نصايح كتير، وفي فوائد كتير. حتى لو انت ما عملتيش عندي هتستفادي ان انت تبقي فهمتي يعني ايه رموش 1 باي 1، ويعني ايه رموش اوريجينال، ويعني ايه رموش كوبي او اللي هي التقليد. طيب مع بعض كده واحده واحده. الرموش اللي هي اللي احنا هنعملها النهارده دي حسب رسمه العين، او حسب عندي عين بتبقى مبطنه، وعين بتبقى واسعه، وعين بتبقى ضيقه، وحسب رسمه العين بختار الرموش. زي ما انتم شايفين كده انا مصوره لكم العين قبل وبعد. طبعا رسمه العين اللي معايا، انا معايا العين واسعه شويه والرموش خفيفه. انا بنور الفلاش زي ما انتم شايفين كده عشان اوضح لكم الصورة تبقى واضحة اكتر، عشان تستفادوا اكتر. الناس اللي لسه، الفيديو ده للناس اللي لسه عارفة يعني ايه 1 باي 1 وعايزة تشتغل فيه، للمبتدئين زي ما قلنا في الاول. طيب تعالوا مع بعض كده. اول مرحلة او اول خطوة بنختار المقاس بتاع الرموش. قبل ما اختار مقاس الرموش بشوف العين اللي معايا الاول هي ايه. لو انت خايفه ان انت تبداي في حاجه صعبه خليكي في الرموش العاديه. الرموش العاديه دي اللي هي مقاس 9 مثلا، او مقاس 8، اللي هي العاديه خالص القليله. مقاسها بيبقى مناسب لاي حد بالنسبه للمبتدئين، لان كل ما هتطلعي بارقام اعلى من كده هتلاقي رموش معاكي هتزولك وهتبقى مش كويسه. طيب احنا معانا النهارده اللي هنركبها دي يعتبر في الوسط كده، مقاس 12. اكبر من 9 شويه، لان العين بسم الله ما شاء الله معايا العين واسعه شويه. اي نعم الرموش خفيفه، بس هتشوفوا يعني ايه لزق اوريجينال، ويعني ايه رموش اوريجينال، ويعني ايه 1 باي 1، يعني رمش رمش وباين كانه عيني طبيعيه جدا. هو الفرق بين الرموش الاوريجينال والرموش التانية ان ده بيبين ان انا مش مركبه رموش اصطناعيه، وباين ان دي رموش طبيعيه. طيب الرموش التانية بتبقى عبارة عن ايه؟ بحس ان انا مركبة زي تندة بتعمل لي خيال، بتزغلل عيني. الرمش بيطلع طبعا بالرمش الاصلي بتاع عيني، ما بتبقاش حلوة، بيبقى اللزق بتاعها مكلكع، بتبقى شكل العين اوفر. طبعا ده مش حلو خالص خالص خالص. احنا هنعملها النهاردة دي، هشتغل معاكم خطوة خطوة زي ما انتم شايفين كده. بس للاسف الغبيه اللي كانت بتصورني، المفروض زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني انا مقربه لكم قوي العين. اللي كانت بتصورني مصوراني بالشاشه بالطول، وللاسف فيديوهات اليوتيوب كلها لازم تبقى بالعرض، عشان لما منتج فيديو واجي اعرضه او انزله لازم تبقى واخد المساحه بتاعه الشاشه كلها. فهي عشان بالطول فبتقص منه طبعا لما بنزل على القناه. بس هو باين طبعا، مصوره لكم برده قبل وبعد. انا كان نفسي الصوره تبقى واضحه وانا شغاله، هي هتبان وانا شغاله في اخر رمشين يعتبر. طبعا هنا كنا ركبنا الرموش. المبتدئه بقى نصيحه يعني لوجه الله، انت خايفه مثلا تحصل معاكي مشكله، او عايزه ما توقعيش نفسك في مشكله، لبسي العامله اللي عندك لانسز. خوفا من ان مثلا ايدك تتهز، يحصل مشكله، يجي مثلا حته على عينها ما تعرفيش تشيليها. الحاجات دي كلها عشان تتجنبيها ممكن تبقى هي لابسه لانسز، والافضل ان هي تبقى مغمضه وانت رافعه الجفن اللي هتشتغلي عليه واحده واحده. برضو لابسه لانسز ليه؟ لان في عين حساسه، المفروض ان هي بتتحسس من الصمغ بتاع الرموش، لان اللزق ده او الصمغ ده بيبقى اوريجينال فبيبقى قوي جدا. فانت لو انت خايفه المفروض ان انت تلبسي العميله لانسز عشان تتجنبي اي مشكله انت هتقعي فيها. طبعا احنا هنا كنا عملنا الرموش، احاول اوضحها لكم اكتر وابين لكم اكتر الشكل بتاعها بالفيديو. زي ما انتم شايفين كده نورت الفلاش عشان يبان اكتر. شكلها شايفين بقى، ده بقى الفرق اللي انا بحكي لكم عنه، او الشكل النهائي اللي انا بكلمكم عنه. العين باينه طبيعيه،
العين باينه جميله، العين باينه حلوه جدا، مفيش فيها مزاوله، مفيش عليها كلكعه، مفيش فيها اي حاجه. طبعا يا جماعه انا برضو ملحوظه العين الحساسه، في ناس عينيها حساسه جدا بتتحسس من الدخان، من اي من الميه، ممكن تتحسس من الميه. طب اعمل ايه؟ لازم يبقى عندي قطره بروزولين. قطره بروزولين دي بتطهر لي العين، او بتغسل لي العين، بتنضف لي العين، بتخلي لي العين يعني لو العين ملتهبه فيها شويه احمرار مدمعه متحسسه مني، المفروض ان انا، هي مش متحسسه من حاجه وقعت فيها، لا، هي متحسسه من الريحه بتاعه الصمغ اللي انا كنت شغاله بيه. الموضوع ده بيبقى 5 دقايق وبتهدى، زي اللي بتلبس لانسز في الاول بيبقى فيه حرقان وزغلله وغيامه ومش عارفه ايه، بس 5 دقايق والموضوع بيرجع لوضعه الطبيعي تاني، وبتاخد الشكل الجمالي زي ما انتم شايفين كده. حلوه جدا جدا جدا، ومنزلين عليها عروض. انا هنا اشتغلت رمشين وهوريكم الفيديو ده باين فيه وانا شغاله. انا هنا اشتغلت لا يا ربي دول يجي 4. عملنا العين دي وقلت اصور لكم وانا شغاله العين التانية خطوه خطوه كده. هيبقى الفيديو باين هنا اكتر. انا لسه مش عايزاها تفتح العين دي عشان حاطه لها قطره فيها، عشان برضو لسه معموله فبتتحسس. شايفين؟ شايفين بقى التكنيك بقى بتاع الشغل؟ شايفين بقى الجمال؟ هي بتبقى مغمضة وانت بتشتغلي رمش رمش. برضو بنختار زي ما قلنا الرمش حسب العين عشان ما تبقاش العين خفيفة وانا اختار رموش اوفر قوي او كثيفة فتديني شكل في الاخر مكلكع او اوفر، او شكل مش لطيف، او شكل يعني يعمل شكل انعكاسي. اصلا هي عينيها خفيفة وانا اروح اركب رموش تقيلة جدا او طويلة جدا. يا جماعة هي عامله الرموش دي عشان ما تحطش ميك اب، عشان ما بتحطش ميك اب، عشان تبقى حاجه معاها تبان طبيعيه. هي الموضوع بيبقى بنكثف رموشها شويه. الفيديو ده باين شويه وانا شغاله زي ما انتم شايفين كده. ده طبعا قبل، وهيبان لكم الصوره بعد. حلوه جدا جدا جدا، منزلين عليها عروض. يا رب تكونوا استفدتم جميعا جميعا جميعا. دعوه حلوه او كلمه حلوه في الكومنت. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. طبعا العروض بتاعتنا مستمره لحد رأس السنه. اشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير. مع السلامه.